الحلقة العاشرة: الصبر على الأذى. النهاردة هنتكلم عن صفة خلت النبي صلى الله عليه وسلم بيملك قلوب أعدائه قبل أصحابه، وهي طولة البال. تخيل واحد بيتفنن في أذيتك وانت في قمة قوتك وتقدر ترد الصعصعين بس تختار العفو. سيدنا النبي كان بيتعامل مع الإساءة مبدأ ادفع بالتي هي أحسن. مرة أعرابية جاء من وراه شدة قوية جدا من لبسه لدرجة العباية علمت في رقبة سيدنا النبي. الأعرابي ما كلموش بأدب، قال له: بخشونا يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. تفتكروا سيدنا النبي عمل إيه؟ هل غضب؟ هل أمر الصحابة يضربوه؟ أبدا. النبي التفت له وهو بيضحك بكل هدوء وسلام نفسي، وأمر له بعطاء وفلوس كمان. وفي يوم الطائف لما رموه بالحجارة لحد ما رجله نزفت دم، نزل ملك الجبال وقال له: لو حبيت أطبق عليهم الجبلين وأنهي وجودهم. سيدنا النبي رفض وقال له: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. سيدنا النبي ما كانش بيدور على انتصار شخصي، كان بيدور على هداية الناس. وفي فتح مكة الناس اللي عذبوه وطردوه وقفوا قدامه مستنيين حكم الإعدام، فبص لهم وقال لهم الكلمة اللي هزت التاريخ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الدرس المستفاد من حلقة النهاردة إن القوة الحقيقية مش في إنك ترد الكلمة ب10، القوة إنك تملك أعصابك وقت الغضب. اتعلم من النبي إنك ما تخليش حد يجرك لمستواه في الغلط، خليك دايما أنت الأكبر والأرقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استنونا بكرة في حلقة جديدة. كان معكم محمد خميس. سلام عليكم.